رمضان كريم عليكم. تعالوا نجهز شوربة الفطر سريعة وسهلة وصحية ولذيذة وما بتاخد وقت، يعني يدوب 5 دقايق. في البداية هون مثل ما شفتوا حطيت زيت زيتون، عليهم بصلة حجم وسط لحتى أقلي فياتهم الفطر. هلا رح أولع الغاز، رح أضيف البصلة ما يتغير لونها، حتى ما يعني يكون لون الشوربة على حمار، تكون بيضة أحلى، بس هيك تطلع ريحتها. وضفت عليها شي 4 سنون ثوم، عطيتهم يعني شوية تشويحة خفيفة مع البصلة، يعني مدة دقيقة بس. حركتهم على الغاز مثل ما انتم شايفين. هلا هان عندي الفطر كان حجمه كتير كبير، فقطعته إلى يعني أرباع لأنه حجمه كتير كبير. فهنا يعني تركتهم مع البصل والثوم شوية يتشوحوا ويطلع يعني ريحتهم، يعني مدة كانت دقيقتين. تمام. وهلا هون رح أضيف 3 معالق طحين أو مسمى بدقيق بالدول الثانية. طبعا رح أخلطه. ما تتخيل قد ايه هذه الشوربة لذيذة، كتير كتير روعة وطعمها لذيذ وشهي. وهلا هون رح أضيف، أنا كنت ماخدة يعني سلق دجاج، أخذت مرقة دجاج يعني كمية تقديرية، وضفت عليهم كوب حليب، يعني مقدار كان مثل ما شفتوا حسب النظر صحن مرق دجاج، وضفت عليهم كوب حليب يعني حسب كمية اللي أنا رح أعملها. وما تتخيلوا بسرعة خلصت وكتير روعة وطعمها لذيذ، بنصحكم تجربوها.